وهو الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبي أكثر الناس إلا كفورا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نرحب بجميع الحاضرين في هذه الندوة الطيبة المباركة بمناسبة قدوم شهر عظيم وشهر كريم. فبهذه المناسبة نظمت كل من جمعية بشائر المستقبل للتنمية والثقافة والأعمال الاجتماعية وأيضا جمعية منتدى الشروق هذه الندوة المباركة التي بإذن الله تعالى تتوخى منها تسليط الأضواء على هذا الضيف العظيم والكريم، ويكون هذا التسليط لهذه الأضواء بإذن الله تعالى من مناحي مختلفة، من ناحية شرعية وناحية اجتماعية وناحية صحية طبية. فنتشرف وإياكم بحضور كل من فضيلة شيخنا الوالد محمد زهرات بارك الله تعالى لنا في عمره، وأيضا الشيخ الدكتور عبد الغني بقاس أستاذ العلوم الاجتماعية، وأيضا الأستاذ الدكتور جعفر العمراني اختصاصي في أمراض السكري، وكل منهم بإذن الله تعالى سوف يدلي بدلوه وينصح الحضور الكريم على حسب تخصصه. فنشكر جميع الحاضرين على تلبية الدعوة، ونشكر أيضا جمعية تسلطنت لإسهامها ولو لم يكن إسهاما رسميا في الدعوات لكنه إسهام واقعي، فهي التي هيأت لنا هذا المكان وهي التي أسهمت معنا بكل ما ترون في هذا المكان. أيضا الشكر موصول لهذه الدار
لدار الطالبة وللقائمين عليها جميعا، ابتداء من مديرها إلى حارسها ومنظفها، فلكل منهم، وهذا قد رأيناه بأم عيننا، لكل منهم دور في إنجاح هذا اللقاء الطيب المبارك. فنفتتح بإذن الله تعالى هذا اللقاء الطيب المبارك وهذه الندوة الطيبة بتلاوة مباركة نشنف بها الأسماع، يتلوها علينا أخونا الشيخ المقرئ حبيب وليف الكاتب العام لجمعية بشائر المستقبل، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت من اتخذ إلهه هويه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن الأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبي أكثر الناس إلا كفورا لو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما
أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما يأمرنا وزادهم نفورا. جزا الله خيرا أخانا وحبيبنا الشيخ المقرئ الحبيب وليف على هذه التلاوة المباركة. أيها الأحبة الكرام، وللشعر كلمته في هذا المجال. للشعر أي في رمضان كلمته، فكان لسان الشعراء له ألوان وطيوف. استلهم الشعراء من فيوضات هذا الشهر الكريم ونفحاته أفكارهم للتعبير عن فرحتهم بمقدمه وحزنهم لوداعه، وبدعوتهم المسلمين لانتهاز فرصة حلوله للتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات وفعل الخيرات. فرمضان الذي تشتاق إليه الأنفس لا شك أن الكل يتحدث عنه وكل يدلي في تخصصه، فذوو العلوم الشرعية يتحدثون في نطاقهم ترغيبا وترهيبا، ومن له تخصص العلوم الاجتماعية لا شك أنه يتحدث عن رمضان وعن حكمه، ويتحدث عن فوائد رمضان من الناحية الاجتماعية. وهكذا الذي هو تخصصه الطب والصحة له أيضا كلمته في رمضان، وحضوره يكون بقوة، إذ يبين مما يبين فوائد الصيام. الله تعالى ما شرع الصيام عبثا، وأيضا له تنبيهات وتحذيرات يحذر منها المرضى على اختلاف مرضهم. وللشعراء أقوالهم في هذا الباب مبينين انبساطهم وفرحهم بقدوم هذا الشهر الكريم. فمن ذلك يقول القائل: رمضان أقبل قم بنا يا صاحي، هذا أوان تبتل وصلاح، الكون معطار بطيب قدومه، روح وريحان ونفح أقاحي، صفو أتيح فخذ لنفسك قسطها، فالصفو ليس على المدى بمتاح، واغنم ثواب صيامه وقيامه، تسعد بخير دائم وفلاح. كم مؤمن لم تلهه الدنيا فلم يستبدل الأتراح شيطان غوي لم يزل عبدا لبنت الكرم والأقداح، في ليله زمر المعاصي تنتشي ونهاره في غفلة ومزاح، رمضان لا يثنيه عن آثامه وهي العقيدة في إيهاب وقاحه. الصوم يعلي من وضيع غرائز
وطبائع سود الوجوه قباح. تلك الغرائز كم لها من صولة مسعورة الأنياب ذات نباح. والنفس إن فالصوم معراج بغير جناح. الصوم يمنحنا مشاعر رحمة وتعاون وتعفف وسماح. رمضان فيه ليلة خير لنا من 1000 شهر في الزمان صباح. فيه تنزل بالسلام ملائك والروح حتى مطلع الإصباح. قد أنزل القرآن فيه جامعا لمراشد التهذيب والإصلاح. فرمضان لا شك أنه شهر عظيم، وعظمته تتجلى من بين ما تتجلى فيه حيث أنزل كتاب الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الطيب المبارك. وكتاب الله تعالى هو المرشد لكل الناس لمصالحهم الدينية والدنيوية. ومع رمضان من الناحية الاجتماعية، أو قل اجتماعيات رمضان، مع أخينا وحبنا الشيخ الدكتور عبد الغني بقاس، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحيي في البداية جمعيتي بشائر المستقبل ومنتدى الشروق على هذه المجهودات الطيبة، كما أحيي السادة الأساتذة المشاركين، وأحيي الحضور الكريم. تحياتي للجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أخص بالذكر رمضان من الناحية الاجتماعية، وإن شئت فقل اجتماعيات رمضانية، اسمحوا لي أن أدعي ادعاء قابلا للنقاش. أقول فيه: إذا كانت الغاية من خلق الإنسان هي عبادة الله تعالى، فإن من غايات عبادة الله تعالى تحسين المعاملات الاجتماعية، وإلا فإن الله تعالى غني عنا وعن عباداتنا. أؤيد الدليل الأول أن سوء المعاملات الاجتماعية تحبط أو تضيع جميع العبادات المتقبلة، أي العبادات التي توفر فيها الإخلاص والمتابعة. انظروا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. وركزوا جزاكم الله خيرا على أنه يأتي، بمعنى أن توفرت في صيامه وصلاته وزكاته توفر الإخلاص والمتابعة، وإلا لو لم يتوفر الإخلاص والمتابعة فهذه العبادات مردودة، لكنه يأتي بها عند الله. يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. ما هذا؟ سوء معاملاته الاجتماعية. فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. واضح أن سوء المعاملة الاجتماعية أحبطت عمله وأضاعته. دليل آخر على أهمية حسن العلاقات الاجتماعية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي أن أعتكف في المسجد شهرا. ركزوا معي غير على هذه اللقطة الأخرانية، أنك يمكن أن تقضي حاجة أخيك، وهذه علاقات اجتماعية، في أقل من ساعة لك أجر اعتكاف شهر في المسجد. لا مقارنة في الواقع، إلا أنه
هنا تركيز على أن حسن المعاملة الاجتماعية هي أسمى الغايات من المسلم. دليل آخر على أهمية حسن المعاملة الاجتماعية في الإسلام قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. تنبيهات مهمة جدا، لأن خص يكونوا المسلمين مع الأسف الشديد هذا التأخر اللي حصل لنا من الناحية الاجتماعية ماشي سببه الإسلام، وإنما سببه المسلمين اللي بعدوا على هذه المصادر، حتى أصبح الآن الغرب يتبجح بأنهم الذين يصدرون لنا المساعدات الإنسانية وتعطونا البرامج الاجتماعية مع الأسف الشديد. دليل آخر يقول فيه صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. ومعناه أن حسن الخلق طبيعي وبديهي أنه لا يبدو من خلال المعاملة الفردية مع الشخص مع نفسه، لا، حسن الخلق معناه عبارة عن معاملات اجتماعية. حينما يشهد لك بحسن الخلق معناه أن معاملاتك الاجتماعية معاملات طيبة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر كدليل: إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة القائم الصائم. القائم بمعنى أنه يصلي صلاة كما يحبها الله، والصائم الصيام كما يحبه الله عز وجل. بماذا يدرك هذه الدرجات؟ حسن الخلق. وحينما قيل: يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل بمعنى لها أعمال خير وتؤذي جيرانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. شوف هنا العلاقة الاجتماعية حبطت لها العبادات. قالوا: يا رسول الله وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار، جمع ثورة وقطعة من الإقط اللبن المجفف، ولا تؤذي أحدا، فقال صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. الحديث في الصحيح، وكل هذه الحديث الحمد لله صحيحة. التي الأدلة التي تؤكد أن حسن المعاملات الاجتماعية مقصد أسمى في الإسلام. إن توفر في العبد تفضل الله عليه بدرجات بها، وإن ساءت معاملاته أضاع ما عمل من عبادات، كما لاحظتم في هذه النصوص. موضوع مشاركتي كما حددها الإخوة جزاهم الله خيرا سوف لن أركز فيه على المشهور من أن رمضان يذكر العبد حينما يجوع وحينما يعطش يذكره بالجوع وبالعطشاء. هذا مشهور، وهذا مقصد غال، يذكره ليتحرك للعمل الاجتماعي فيتذكر الجوع والعطش اللي هما طول السنة، فيبذل الخير. وأولى الناس بهذا الخير أرحامه، صلة الرحم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا مشهور وخير إن شاء الله تعالى، إلا أنه باش نقتصر الوقت إن شاء الله تعالى سأركز على قضايا اجتماعية أعمق قليلا ما يتم التركيز عليها، وهي من الناحية الاجتماعية أشد، من الناحية الحضارية أيضا هي أعمق. أنطلق فيها من قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحديث رواه البخاري. في هذا الحديث أن من أسمى غايات الصوم محاربة آفة خطيرة، وهي آفة اجتماعية خطيرة، وهي قول الزور. الذي يهمني من هذا الحديث سؤال طرحه العلماء عند شرحهم لهذا الحديث. قالوا: هل مفهوم المخالفة مراد في قوله صلى الله عليه وسلم ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه؟ بمعنى فهل لله حاجة في من لم يرتكب ذلك، من لم يرتكب قول الزور ولم يعمل به، فهل لله حاجة في صومه وفي طعامه؟ قالوا الجواب لا. لماذا؟ فالله سبحانه وتعالى غني عن عبادة العباد، وإنما مردودية العمل راجعة إليهم، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. إذن نستطيع القول بأن الله تعالى إذا كان لا يحتاج
إلى شيء من طاعة عباده فإن له سبحانه وتعالى حكما في أوامره ونواهيه. فما هي هذه الحكم العميقة من الناحية الاجتماعية فيما يخص رمضان؟ وما هي بعض حكم ترك الطعام والشراب؟ سأركز كما قلت على الجوانب الاجتماعية، وإن شئت فقل الجوانب الاجتماعية من لعلكم تتقون، لأن لعلكم تتقون هي دائرة كبيرة سأركز فيها على جانبها الاجتماعي. أريد في هذا الصدد الحادثة المشهورة حصار الصحابة رضي الله عنهم في شعب أبي طالب 3 سنوات كما تعلمون، حصار شامل، حصار اجتماعي واقتصادي عام، ألا يناكحهم ولا ينكح إليهم ولا يبايعهم ولا يبتاع منهم. فكان يسمع كما ورد في السير، فكان يسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم وصبيانهم يتضاغون من الجوع. ركزوا معي على هذا الأمر الذي يتم بأمر الله تبارك وتعالى، لأن رمضان ما يحدث فيه جوع، ولكن ها هو مقصود من أجل الجوع فقط. يعني الصحابة الله عز وجل تفضل عليهم واختبرهم وابتلاهم بهذه المجاعة اللي هي خطيرة وكبيرة، بل إنهم كما ورد في السير أكلوا أوراق شجر والجلود. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، خرجت من الليل أبول، وإذا أنا أسمع بقعقعة شيء تحت بولي، فإذا قطعة جلد بعير فأخذتها فغسلتها ثم أحرقتها فوضعتها بين حجرين ثم أسففتها بالماء فقويت بها 3. ابتلاء. كما قال رضي الله عنه في حديث آخر: لقد جعت حتى إني وطئت ذات ليلة على شيء رطب فوضعته في فمي فبلعته لا أدري ما هو إلى الآن. مجاعة عجيبة جدا. هذه المجاعة أصابت الصحابة رضي الله عنهم، أليست لها غايات وحكم من الله تبارك وتعالى؟ وهو القادر على أن ينزل عليهم مائدة، وهو القادر على أن ينزل عليهم المن والسلوى، وهو القادر على كل شيء. من المؤكد أن هذه المجاعة لا يقصد منها تدمير الصحابة، وإنما تكوينهم وإعدادهم للتمكين. لذلك القولة التي تدور حولها مداخلتي أقول فيها: المجاعة والعسرة تمكين وأمل، والبطن والترف تدمير وملل. سنتناولها من الناحية الاجتماعية فرادى وأمم. أبدأ بالمجاعة والعسرة كيف أنها تمكين وأمل. انظروا إلى جند الله تبارك وتعالى في غزوة تبوك، والتي سماها الله تبارك وتعالى بالعسرة، حيث يقول الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم. سميت بالعسرة كما يقول العلماء لأن 18 رجلا كانوا يعتقبون بعيرا واحدا، كما ذكروا مفسرين واصحاب السير أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما. شوفوا الناس غاديين يجاهدوا الروم، وهذه المجاعة اللي دبر لهم الله تبارك وتعالى، ماشي تيتشفى فيهم ولا بينتقم منهم، مجاعة غادي نشوفوا الحكمة ديالتها. رجل تيشق تمرة مع رجل وهو غادي يجاهد. فما هذه العسرة؟ وهو سبحانه وتعالى يملك خزائن السماوات والأرض، وهؤلاء أفضل الخلق بعد الرسول والأنبياء. أيها الإخوة، لنعلم أنه لا عبث في أقدار الله تعالى. العسرة والمجاعة جزء من هذه العسرة تمكين، أكد ذلك العلماء ومنهم علماء اجتماع، وخاصة بالنسبة لنا ملي نتكلموا على الاجتماع اقتحموا عنا الديور ديالنا العلماء اجتماع الغرب، ومع الأسف الشديد الكلام ديالهم وتنبغوا نطبقوه على مجتمع ما كاين علاقة نهائيا بين مجتمعنا ومجتمعهم. سقت كلاما عجيبا ونفيسا لابن خلدون في مقدمته، حيث يقول في فصول كثيرة، واللي يرجع المقدمة غادي يلقى الكلام، يقول بأن من أهم أسباب التمكين الجوع.
من أهم أسباب التمكين سواء الأفراد أو الأمم. وركز على أن الأمة على ما تكون عليه من خشونة وبداوة وشظف في العيش يمكن لها، ويستدل على ذلك بتاريخ المغرب. تاريخ المغرب الدول كلها اللي مرت من المغرب كانت تعرف التمكين في الوقت اللي كانت تقتصر على شظف العيش والضروريات، بدءا من الأدارسة ثم بعدهم المرابطين. الفترة اللي تاعت البرغوثيين هذيك راه تيحشم الانسان كاع يذكرها في المغرب، لان المغاربه جزء اكبر منهم ارتدوا على الاسلام فتره البرغوثيين. المرابطين عاوتاني فتحوا المغرب، وباش بداو المرابطين مشهور لهم بان بداو بالتقشف لكن ملي تيولي تدوز الاجيال وتتمر الاجيال وتيستانس الناس بالاموال وبالطرف وبالبطنه، ماذا يقع؟ جاءوا الموحدين معتمدين على نفس المنهج واسقطوا المرابطون. المرابطون ثاني ايضا بداوا بنفس المرحله من الجوع ومن شظف العيش ومن كذا، تمكنوا حتى جاوا من بعدهم المارينيين فازالوهم، من بعد المارينيين ايضا الوطاسيين نفس، ثم من بعد الوطاسيين ايضا السعديين الى العلويين. يستدل بانه سبب التمكين الجوع وشظف العيش، وسبب الخراب ديالهم وليد محلال الطرف والدعه. أيها الإخوة الكرام، ما يصح على صعيد الأمم يصح على صعيد الأفراد، وكون هو تكلم في فصول أن الذي يمكن لهم من الأفراد هم اللي تيمروا بعسرة عبر التاريخ. ونستعرضوا مثلا تاريخ البشرية، ماذا نجد؟ أبرز الشخصيات التاريخية إلا قريتي التاريخ ديالو كتلقاه كعانى من عسرة معينة، إما من يتم. ونشوفوا مثلا الأئمة الأربعة، هل من الصدف باش يكونوا كلهم ما عندهمش الآباء ديالهم، كلهم رباهم مواتهم؟ أبي مالك الشافعي، الإمام أحمد، البخاري. بل انتبهوا إلى سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاء الله تبارك وتعالى بأن لا يرى أباه، وماتت أمه وهو باقي صبي. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ما هذا؟ هذه سنة من سنن الله عز وجل، بأن الناس اللي خصهم الريادة ويتمكنوا كشخصيات تاريخية تغير التاريخ خصهم يكونوا ماشي من الطرف ومن هذا على العموم خصهم يكونوا من العسرة كالفقر واليتم. حتى في غير المسلمين، عند غير المسلمين أبرز الشخصيات التاريخية صارت على هذه السنة من سنن الله تبارك وتعالى. من أشهر هؤلاء وأشقاهم الرجل الذي دوخ العالم وبسبب نظريته انقسم العالم إلى الليبرالية والاشتراكية، كارل ماركس. هذا الشقي من أشقى الناس من ناحية العسرة ومن ناحية الفقر، لا في الوقت فاش كان فرد في الأسرة ديالو ولا فاش تزوج، فاستطاع بالضلال ديالو بالطبع كذا، ولكن وفق هذه السنة أنه انطلق من بيئة اللي هي كي تنقولوا لاصقة، وفرض وجوده بهذاك الشر الذي بقي مستمر إلى ما قبل الآن بقليل. المجاعة تجعل الجائع يعيش على أمل الحصول على الطعام والشراب. إلى هذا المعنى يشير قوله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، في الحديث المتفق عليه: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. المهم أن الصائم دائما الفرحة والآمال. أما البطن والطرف، لماذا قلنا بأنها تدمير وملل؟ لأن الجائع دائم الآمال، أما كثير الشباع من شاكلة معينة، غادي نتكلموا في الأخر على أن هذا لا ينطبق على المؤمن والحمد لله، فإن كثير الشباع لا يفضي به واقعه إلا إلى الملل. انظروا إلى قصة بني إسرائيل التي ذكر الله تبارك وتعالى عنهم: وظللنا عليهم الغمام، معنى أنه حتى الحر ما تصيبهم شيء. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ذكر ابن كثير أقوال المفسرين عند معنى المن،
إلى أن قال: والغرض أن أقوال المفسرين متقاربة في شرح المن، فمنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب، والظاهر يقول الله أعلم أن كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمال ولا كد كان تينزل عليهم. قال: فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة، وإن مزج مع الماء صار شرابا طيبا، وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر. المن مشروب على العموم، حلو كالعسل تيوصفوه المفسرين التي يذكروه، تنزل عليهم الله عز وجل، ما مخلصين ما تعبين فيه، ما كادين فيه. وأما السلوى فقد ذكر المفسرون تقريبا جميعا بأنها طير شبيهة بالسمانة. السمانة وهي معروفة عند الصيادة بأنه تيهوها مزيان من حيث الصيد. كان الرجل كما ورد في ابن كثير يذبح منها قدر ما يكفيه يومه، ما عندهم فيها حتى شي تعب. ما هو المآل؟ هذا مأكول ومشروب من غير جهد ولا عمل ولا كد. النتيجة قال الله تعالى عنهم: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. شتيش هاد الفلس؟ بغاو شوية العدس وشوية البصلة وشوية ديال الثوم كما قال العلماء، والبقل البقوليات. وهذا الطعام اللي هو منا من الله تبارك وتعالى، شراب اللي هو حلو بهذا الشكل، وطيور من هذا الشكل ملوها. أرني لا كاين شي عدس ولا كاين شي بصلة ولا كاين شي. قصة أخرى أقدم منها ذكرها الله تبارك وتعالى في قوم سبأ. قال الله تبارك وتعالى عنهم: لقد كان لسبأ في مساكنهم آية كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات يكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجزى إلا الكفور. الشاهد: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام نامنين. شوفوا هذا العطاء ديال الله تبارك وتعالى، شوفوا هذا التحضر وهذا الطرف اللي اش بيأدي. وجعلنا بينهم سبأ فين كاينين؟ كاين في أقصى الجنوب اليمن حاليا، وبين القرى التي باركنا فيها أقصى الشمال الشام بيت المقدس هي الأرض التي بارك الله تعالى فيها. ما بين أقصى الجنوب في الجزيرة العربية وأقصى الشام اللي هي الشام آلاف الكيلومترات، ما بينهما قرى ظاهرة. معنى قرى ظاهرة قال المفسرون أي متقاربة بحيث يظهر بعضها لبعض ويتراءى بعضها من بعض. قرى ظاهرة تتفوت هذه القرية هذه فيها الاستجمام وفيها الراحة وفيها كذا، تتبان لك القرية الأخرى هي. ورد أيضا في التفسير من قوله تعالى: وقدرنا فيها السير وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. شوفوا هذه الحكمة الله تبارك وتعالى وهذا العطاء. وقدرنا فيها السير ورد في تفسيرها أي أن أبعادها المسافة على تقدير وتعادل بحيث لا يتجاوز مقدار مرحلة. السير اللي يقدر يمشي الإنسان ما كتجاوزوش تلقى قرية أخرى. فكان الغادي يقيل في قرية والرائح يبيت في قرية. فمن الله عليهم قال: سيروا فيها ليالي وأيام نامنين. العلماء ركزوا على تقديم الليالي على الأيام فقالوا للاهتمام بها في مقام الامتنان، لأن المسافرين أحوج إلى الأمن في الليل منهم إليه من النهار أو في النهار كما ورد في تحرير التنوير ديال ابن عاشور. ما نتيجة هذا التحضر وهذا الرخاء وهذا الازدهار المادي من قلوب فارغة من الإيمان جافة؟ ذكر عنه تبارك وتعالى: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. وورد في قراءة أخرى: بعد بين أسفارنا. وذلك أنهم كانوا يقول العلماء: بطروا هذه النعمة وأحبوا مفاوز ومهاميه يحتاجون في قطعها إلى الزاد والرواحل والسير في الحرور والمخاوف. سبحان الله. ما هذا الملل معروف بأن الآن الإنسان اللي في الطرف وما عندوش قلب اللي هو تيشكر
هاد السياح الان اللي تيجيو واش تيبغيو يمشيو للمناطق الفارهه؟ لا، تيحاولوا يمشيو للمناطق اللي هي فيها الحراره وفيها المدا، وخصو يمشي على رجليه وخصو يتقطع الى اخره، لان النفس هكا تتمل هذاك الطرف. بالنسبه لهذا النوع اللي قلنا القلوب اللي تتكون جافه. وحينما اورد ابن كثير الكلام في عند هذه القصه ربط بينهم وبين بني اسرائيل فقال: كما طلب بنو إسرائيل من موسى أن يخرج الله لهم ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها، بمعنى أن القضية قضية سنة من سنن الله تبارك وتعالى. كيف أيها الإخوة الكرام، كيف تفسرون الآن في أيامنا هذه وفي زمننا هذا انتشار ظاهرة الانتحار في الدول ذات القدرات الشرائية المرتفعة؟ الدول اللي عندها الآن قدرة شرائية ودخل مرتفع هي اللي فيها ظاهرة الانتحار. لماذا؟ لأن القلوب جافة والنعم وافرة جدا، تحس الإنسان بالملل. لذلك فإن المؤمن حق الإيمان لا يشعر بذلك كله، سواء كان في رخاء أو شدة، يكون في خير دائم في كلا الحالتين. يقول في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. بمعنى أن المؤمن إذا أنعم الله عليه بالنعم المادية لا يشعر بالملل، لا يشعر بالملل، لأنه يحمد الله تعالى على هذه النعم. وفعلا تنعموا صحابة، جزاك الله خير، تنعموا صحابة بالأموال وبالنعم وما شعروش بهذا الملل هذا. لماذا؟ لأنهم يشكرون الله تبارك وتعالى ويصدق عنهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في مصح عنه: ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أعظم من تلك النعمة. عظيم جدا. ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا وكان ذلك الحمد أعظم من تلك النعمة. من تحمد الله عز وجل تبقى لك النعمة ماشي هي، بل الحمد هو الأعظم. أما إذا لم ينعم العبد بنعم الإيمان والسنة فلا يصدر عنه إلا الشر، سواء جاع أو شبع. إن جاع قطع الطريق خصاصة، وإن شبع قطع الطريق شهوة، فهو قاطع طريق غضبا أو شهوة. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، كما هو في صحيح الجامع. مما ورد في شرحه في فيض القدير قول الشارح: والشبع يوقع في مضاحض فيزيغ صاحبه عن الحق، ويغلب عليه الكسل فيمنعه من التعبد، ويكتي فيه مواد الفضول فيكثر غضبه وشهوته، ويزيد حرصه فيوقعه في طلب ما زاد على الحاجة. قال بعضهم: الشبع نهر في النفس يرده الشيطان، والجوع نهر في الروح ترده الملائكة. ولذلك كله كتب الله تعالى التدمير على أهل الترف أكثر مما يكتبه على أهل العسرة، فقال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. كل هذه الاجتماعيات، وقد يكون غيرها كثير، مما يستفاد من المدرسة الرمضانية، استفادة اجتماعية واستفادة اقتصادية واستفادة صحية سترونها مع أخينا، يلخصها الله تبارك وتعالى بقوله: وأن تصوموا خير لكم وإن كنتم تعلمون. بلغنا الله وإياكم شهر رمضان، ووفقنا وإياكم للتقرب إليه بما يحبه ويرضاه، وجعلنا وإياكم من المتقين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا أخانا الدكتور عبد الغني بقاس على ما قدم بين يدي إخوانه وأحبابه، وبيانه بأن هذه المجاعة أو الجوع الذي قد يحسه الصائم فيه لله تعالى حكمة، فعلينا أن نستغل هذه الحكمة الربانية. وننتقل بإذن الله تعالى إلى الدكتور جعفر لنستفيد منه بإذن الله تعالى في الجانب الصحي تحت عنوان رمضان والصحة
فليتفضل مشكورا. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله الأخ الكريم والإخوان القائمين على هذه الجمعية هذه لدعوتهم لي للمشاركة في هذه الندوة المهمة جدا. و سأتحدث إن شاء الله بعض الفوائد، فوائد الصيام، ولن أطيل فيها لأنها هي فوائد كثيرة جدا، كثيرة متعددة. سأحاول أن ألخص في الموضوع وأن أبين بعض الأمور اللي عندها أهمية، وبالخصوص الانعكاسات اللي كتوقع في المجتمع اللي كنعيشوا فيه. فالصوم فرضه الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات، ولست هنا لأبين بأن هذا الصوم فرضه الله سبحانه وتعالى وأريد أن أبرر لماذا فرضه الله. فنحن مؤمنون مسلمون مؤمنون، نؤمن بأن الله فرض علينا هذا الصيام، فنحن خاضعين لأمره، هذا من باب الأولى. إنما للتبيان وللإيضاح لا بد من، يعني يستحسن أن حتى يتفقه الناس وحتى يعرفوا يعني الأمور كيف تدور. وسأختم إن شاء الله تعالى ببعض النصائح لبعض الناس يعني عموما، وكذلك لبعض المرضى، كمثلا المرضى المصابين ببعض التراكمات، يعني كداء السكري أو تراكم الدهنيات إلى آخره. فالصوم هو يعني فرصة للجسم، هي رخصة للجسم لإعادة أوراقه، لإعادة حساباته. الجسم يعني نوع من الراحة، يعني كإجازة، حتى يتسنى للجسم أن يرتب الأوراق وأن يصلح الاختلالات التي تقع طيلة السنة. فهذه نقطة مهمة جدا. فالملاحظ والمشاهد هو أن جل الناس، لا أقول كل الناس أو بعض الناس، الصوم بالنسبة إليهم هو يعني برنامج، يعني بدل الأكل في النهار يأكلون في الليل. يعني الإنسان يصوم النهار ويأكل في الليل، وربما أنه يأكل في شهر رمضان في الليل أكثر مما يأكل باقي السنة. وهذا مما يجب التنبيه إليه، لأن رمضان إذا كان شهر الصيام الحقيقي فيجب علي أن أخفض يعني من الكمية العامة التي استهلكها يوميا فيما يخص الأكل، حتى يتسنى للجسم أن يرتاح وأن يعيد ترتيبه وأوراقه. لأن من ضمن الأساسيات وهو أن يتخلص الجسم من الصيام. كتب فيه كثيرون يعني قديما وحديثا، وكتب فيه العلماء الإسلام وكتب فيه علماء الغرب، وخالصوا إلى شيء واحد، وهو أن الصوم يعني كله فوائد. بطبيعة الحال بين قوسين الصوم الصحيح، وليس الصوم يعني الذي نشاهد فيه أخطاء كبيرة. يعني الإنسان كينقص من الماكلة ديالو، كيرتب الأكل ديالو، كينظم الأكل ديالو، كيعرف اش اللي خص ياكل، كيعرف اش اللي ما خصش ياكل.
يعني كنصوم النهار كامل ماشي غادي نجي في الليل ونصرف، يعني غادي يولي تراكم. لان من ضمن النقط المهمه وهو اللي كيشيروا لها العلماء، يعني العلماء ديال الاختصاصيين في الفيزيولوجيا وفي علوم الطب الى اخره، هو ان الصوم يمكن الجسم من التخلص من الزوائد، لان تكون تراكمات ديال الزوائد على مر السنه. فالجسم في شهر رمضان واثناء الصيام المتواصل، وهذه هي الحكمه من ايام معدودات، ان ماشي تنصوموا نهار او يومين او 3 ايام، بل ايام معدودات شهر. يعني هذا الصيام المتواصل اذا كان بطريقه صحيه فيمكن الجسم من التخلص من الزوائد، وبالخصوص الزوائد اللي كتكون داخل الامعاء، لان هذيك الزوائد الى ما تحيدت شيء كتتحول الى سموم، وهذيك السموم كتؤدي الى امراض من ضمنها سرطانات، يعني عافانا الله واياكم، ومنها امراض منتشره في المجتمعات ديالنا بحال السكري، بحال ارتفاع الكوليسترول الى اخره، النقريس الى اخره. اذا الفائده وهو ان اصوم بطريقه جيده وصحيحه حتى اخلص جسمي في هذا الشهر المبارك من التراكمات التي تراكمت طيله السنه. هذا هو الانسان، يعني انه نظم في المساء نظم الاكل ديالي. الصوم من الفوائد ديالو كذلك هو تنشيط جميع اجهزه التفريغ في الجسم. كاين اجهزه ديال التفريغ كالجهاز البولي، كالجهاز الهضمي، كالافرازات الداخليه، المراره الى اخره. هذه الاجهزه كتنشط بواحد الطريقه عجيبه اثناء الصيام، بحيث انها تستعيد، لانه كتكون في راحه اثناء النهار وتستعيد نشاطها. ولكن الا جدنا عاودنا كيف نرجعوا للمشكل، انه الا كلينا في الليل بكثره ما كيبقاش الفائده، ما غتبقاش الفائده. النقطه اخرى وهي ان الصوم من فوائده هو ضبط الثوابت، ضبط هذيك الثوابت البيولوجيه والكيميائيه داخل الجسم. يعني شنو هي الثوابت؟ غادي نعطيكم واحد المثال اللي هو بسيط باش تعرفوه كاع الناس. هو مثلا ارتفاع نسبه السكر في الدم. مثلا الانسان تيمشي تيقلب في المختبر، تيهز الدم، كيقول له راه عندك مثلا غرام. هذه واحد تتسمى ثابته من الثوابت البيولوجيه. الصوم كيرد هذه الثوابت للطبيعه ديالها. يعني كاينه ثوابت كثيره في الجسم، لان الانسان حين تيمشي للمختبر باش يدير التحليله كيقلب السكر مثلا، كيقلب الملحه، كيقلب يعني الكليتين الى اخره، الكبد، يعني تحاليل كثيره. كلها هي هذيك ثوابت تكون في الجسم، يعني مواد كتكون كتساهم في تنشيط الجسم الى اخره، وكتكون متراكمه. يعني الاكل وبالخصوص الافراط في الاكل كيساهم في ارتفاعها، وهذا الشيء مشاهد، كيساهم في ارتفاعها. والصيام هو كيرد هذيك الثوابت الى طبيعتها والى عادتها. ولهذا بطبيعه الحال حيث كيبغي الانسان اذا طلب من انسان مريض او غير مريض القيام بفحص لا يقوم به وهو يعني بعد وجبه غذائيه، يعني يقوم به في الصباح الباكر بعد 8 ساعات او 10 ساعات من الصيام، لان هذاك الصيام كيرد الثوابت البيولوجيه الى ما كانت عليه. وهذه واحد المساله مهمه. واشير هنا الى المرضى، الناس اللي عندهم يعني اختلالات، ارتفاع السكري، ارتفاع الكوليسترول، التريغليسيريدات، يعني الجليسيريدات الثلاثيه، الحامض الاوري يعني اللي كيسبب النقرس الى اخره. الناس اللي عندهم هذه الامراض باش راه الصيام في واحد يعني المناسبه، واحد المناسبه عظيمه جدا، باش بطبيعه الحال من الجانب الروحي والجانب التعبدي كذلك الفائده بالنسبه للجسم ديال الانسان، لان المحافظه على الجسد راه المحافظه على الابدان مقدمه على المحافظه على الاديان كما يقال. يعني ان الانسان خص الجسم ديالو الا كان قوي راه غادي يتقوى به بطبيعه الحال على العباده. من الفوائد كذلك ديال الصيام وهو انه
رياضة بالنسبة للجسم، واحد الرياضة عجيبة جدا، رياضة عجيبة جدا. غادي نشرح لكم واحد المسألة اللي هي مهمة، وهو أن الإنسان لما يتناول وجبة غذائية سواء مثلا في الفطور أو في الغداء أو في العشاء، هذيك الوجبة كتبقى في المعدة، يعني بطبيعة الحال كتجيب لنا مواد. شنو كتجيب لنا هذه الوجبة هذه؟ داك الأكل اللي كناكلو كامل كيجيب لنا إما سكريات وهي تعطينا الطاقة حرارية، أو لا كيجيب لنا دهنيات، أو لا كيجيب لنا ما يسمى بالبروتينات. اللحوم مثلا كتجيب البروتينات، الزيوت والشحوم كتجيب لنا الدهنيات، والنشويات يعني بحال الخبز، بحال الرز، بحال الكسكس، بحال يعني البطاطس الى اخره تجيب لنا النشويات. النشويات هي السكريات بطبيعه الحال البطيئه، وهاد ثلاث المواد هما اللي اساسيه في التغذيه: البروتينات والدهنيات والسكريات. من حين كياكل الانسان واحد الوجبه، هذوك السكريات اللي هما اساسيين في التغذيه كيدوزوا في المعده بطبيعه الحال للهضم ومن الامعاء، ومن بعد مباشره كيمشيو للدوره الدمويه. هذاك السكر كيخرج للدوره الدمويه. شحال هذيك المعده شحال كتبدا تعطينا ديال السكر في الدوره الدمويه؟ 3 ساعات فقط، 3 ساعات. بحيث ان الانسان مثلا الى تغدى مثلا مع الوحده تتم عمليه الهضم في ساعتين ولا في 3 ساعات، يعني 2 3 4 المعده راه خوات. وهذه المعده هذه باش ما كنعمروها، باش ما كتخوى دغيا. بحال دابا شي واحد اللي بغى يتسحر كيبدا كيكثر في الاكل، تيتسحب له راه غادي راه هو راه باش ما كيعمر المعده ديالو بزاف، باش ما هي كتخوى دغيا، لانه هي دايره بحال داك لاستيك ولا شي رسول. الا جريناه باش ما حنا كنكدروا القوه ديال الجر، باش ما رد الفعل تيكون قوى، يعني راه كتفرغ بسرعه اكثر. يعني ان الانسان ما يحاولش ياكل، يعني كل واحد كما قلنا ثلث للطعام وثلث للشراب، ها يعني واحد القدر اللي يكون هذا راه كافي ان شاء الله. اذا مع 4 العشيه، يعني غادي ناخذوا المثل ديال الصباح باش يكون عندنا مثلا نفطر مع 8 الصباح، 9 10 11 ديال النهار المعده خوات، قلنا 3 ساعات خوات المعده. اذا السكر ما بقاش غادي يدوز في الدم، لان هذاك السكر ضروري للحياه ديال الانسان. ما الدماغ ديال الانسان، الدماغ كيخلق الله سبحانه وتعالى ما كيخدم الا بالسكريات، ما يخدمش بالبروتينات وما يخدمش بالدهنيات. يعني هذيك 3 ساعات ديال الاكل كيدوز السكر للدم، مع 11 ما بقاش كيدوز. الا نزل السكر وبقى غادي مثلا من غرام، مثلا نص غرام، 4 غرام، 0.20 0.15، يقدر الانسان يموت. اللي عنده 0 في السكر ديالو راه يقدر ما يعيش شيء. ولهذا كاين عندنا واحد الجهاز عجيب اللي هو خزان وهو الكبد. هذيك الساعه فاش حنايا كناكلوا مثلا الفطور، هذاك الفطور كناكلوه راه كيدوز السكر في الدم كما قلنا قبيل، ولكن راه حنا كلينا كثار من داك الشيء اللي خاصنا في هذيك 3 ساعات ديال الطاقه. من 8 حتى ل 11 كان خاصنا غير واحد شويه ديال الطاقه، وحنايا كلينا كثر. هذاك الشيء اللي زائد داك الفائض شنو كيوقع له؟ كيتخزن في الكبد، والكبد كيخزن ما بين نص كيلو حتى الكيلو ديال السكريات، ما بين نص كيلو حتى الكيلو ديال السكريات كيتخزنوا في الكبد. يعني مثلا نفرضوا ان احنا كلينا واحد الوجبه على حسب الوجبه اللي كناكلوا. الا كانت الوجبه غنيه بالنشويات وبالسكريات راه غادي تخزن بزاف. الا كانت الوجبه فيها النشويات قليله راه غادي تخزن غير شويه. نفرضوا اننا خزنا مثلا 600 ولا 700 غرام، نفرضوا اننا خزنا 700 غرام. احنا فطرنا مع 8 الصباح، 11 المعده ما بقاتش كتعطي، الكبد هو اللي غادي ياخذ المبادره، غادي يبدا تيعطينا. شحال كيعطينا الكبد؟ كيعطينا 100 غرام في الساعه، 100 غرام كل ساعه. من 11 ل 12 تخرج 100 غرام السكر، بتبقى 600. من 12 لوحده 100 غرام.
وحنا غادي نحسبوا 7 السوايع، يعني 11 12 الوحده 2 3 4 5 6 العشيه ما بقى شي السكر. الانسان ما كلاش، فرضوا انه صايم ما كلاش، غادي يبدا يحس. باش غادي يحس بالاعياء، لانه السكر هبط عاوتاني، هذاك الخزان نفد، غادي يبدا يحس بالاعياء وغادي يبدا يحس بشويه ديال العرق وبشويه الارتعاش، لانه السكر ما كاينش عنده واحد الخطر، الجسم ديالو كيولي في واحد الخطر. اش كيخصو يدير الجسم ديك الساعات؟ غادي يبقى مربع يديه، وهذاك الانسان مثلا في شي بلاصه ما عندوش ما ياكل، مثلا في شي صحراء ما عندوش اللي ياكل كاع، بغا ياكل ولكن ما عندوش، اش غادي يدير الجسم ديالو؟ الجسم ديالو نفد داكشي اللي كاين في المعده، نفد داكشي اللي كاين في الكبد. اش غادي يدير؟ غادي يرجع للخزانات الاخرى اللي هي مخزونه عنده، هي جوج، هي الدهنيات والبروتينات. البروتينات هما العضلات، والدهنيات هي الشحمه اللي كتكون عند الانسان في الكرش ديالو ولا في الخصر ديالو ولا في الجسم ديالو بصفه عامه. هذيك الدهنيات هذيك البروتينات كيحولها الجسم، لانه كاين عنده الجسم واحد القدره خارقه. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الجسم ديال الانسان فيه شي امور عجيبه جدا، عجيبه جدا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وفي انفسكم افلا تبصرون. فتيحول هذيك الدهنيات وهذيك البروتينات وكتولي تحول الى سكريات. ولكن هذه العمليه عسيره على اللي ما مولفهاش، اللي كان تيصوم دائما تجي العمليه سهله. حنا دابا غادي نعاودوا نرجعوا للصيام. مثلا الانسان تسحر مع 4 الصباح، نديروا الصيام 4 الصباح، عنده مثلا 4 5 6 7 الصباح خوات المعده، نحسبوا ثاني 7 السوايع من 7 الصباح 8 9 10 11 12 الوحده جوج ديال النهار، هي هذيك قد الجوج الوحده 12، كل واحد كيفاش تيحس 3 العشيه، يعني ما بين 12 و 3 تقريبا المعده ما بقى فيها والو، الكبد نفد العمل ديالو. هنا كيجي الجسم باش يصاوب هذوك الدهنيات، يصاوب منهم السكر اللي غادي يفيد الجسم هذوك الساعات اللي باقيه للصوم، لان المغرب ما كتوي حتى 8 العشيه ولا 7 ونص. اذا هذيك 6 ساعات اللي باقيه للنهار خص الانسان ما غاديش يبقى بلا سكر. اذا بقى بلا سكر كيف ما قلنا راه الا كان السكر صفر غادي يموت. اذا اشنو غادي يخص؟ منها السكريات، وخص البروتينات تصاوب منها السكريات. هذه العمليه عسيره كتطلب واحد التدخلات من الجسم وشي هرمونات وكذا، يعني بحال شي وظيفه اللي هي صعيبه تتطلب تدخل ديال ادارات متعدده، تتنوض واحد شويه ديال الغوغاء في الجسم الى اخره. وهذاك الشيء اللي كيعطي في الايام الاولى في رمضان هذاك الاعياء وداك شويه الانسان تيحس براسو خصو بغى يمشي ينعس ولكن غير كتفوت هذيك المرحله، يعني واحد العمليه كتدوم واحد 2 3 ساعات وتيبدا تيتصوب السكر، كيبدا يعاود يرجع السكر كيدوز في الدم، تتلحق هذيك العصر مثلا ولا نص عصر كيولي الانسان تيحس براسو عاود رجع له النشاط ديالو، ما بقاش ذاك الاعياء اللي كان. وهذه العمليه هذه تيحسوا بها الناس عارفينها، بالخصوص في الايام الاولى. الثاني ماشي هو الثالث، الاسبوع الاول الماكينه بحال قلنا كتكريسه صافي راه بدات كتخدم صافي. من بعد كيولي الانسان واخا تلحق الجوج واخا تلحق 3 الا كان مولف الصيام ما بقى تيحس حتى بشي حاجه لان ولف. وهذه العمليه في حد ذاتها هي اللي كنسميوها حنا رياضه داخليه بدنيه، رياضه ديال الجسم. انه اولا تيحيد هذوك البقايا اللي بقات في الكبد وتتخلص منها بما فيها من السموم، كما قلنا الامعاء تتخلص من السموم، وكذلك كيحرك هذوك الخزانات اللي هي مضره، لان هذاك الشحم اللي تيكون في البطن هو مضر بالنسبه للصحه. معروف دابا علميا بان اذا كان كيلو واحد زايد ديال الشحم في البطن تؤدي لانسداد الشرايين ديال القلب وانسداد الشرايين ديال العنق اللي كتمشي للدماغ. يعني ان الانسان يحاول البطن ديالو ما يكونش فيه الشحم، وهذاك الشحم اللي هو زايد في البطن راه تيكون غير زياده في الاكل، ما غاديش نسميه اسراف، المهم سميوه انتم اللي بغيتوا، المهم هو زياده في الاكل، راه ما عنده حتى شي فائده، ما عنده حتى شي، بل انه مضر بالنسبه للجسم. اذا هذه العمليه اللي شرحناها هي، وعليكم السلام ورحمه الله، هذه العمليه هي واحد النوع ديال الرياضه، ترويض
كان ماكله تبع ماكله، بين الماكله والماكله ماكله، ساعتين 3 ساعات ناكل ادخال الطعام على الطعام وكذا، وهذا كله يعني فيه ضرر بالنسبه للجسم. الصيام كيجي باش كيعطينا واحد الوقت طويل وفيه صبر وفيه عناء، وفيه الانسان كيف هو الانسان كيصبر حتى الجسم ديالو حتى هو كيعاني وكيتريض نوع ديال الرياضه باش كيكون يواجه الصعاب ويواجه. وكيف قال الاخ الدكتور عبد الغني حفظه الله ان الناس اللي كندوزوا من العسره وكندوزوا من المجاعات ومن كذا راه هما اللي داروا مسائل اللي بقات خالده. والفتوحات الاسلاميه، اعظم الفتوحات الاسلاميه كانت في شهر رمضان، عين جالوت وغزوه بدر، يعني اعظم الفتوحات كانت في شهر رمضان. ما نظنوش بانه راه حنا الا ما كلينا شيء واحد النهار ولا كذا راه غادي الانسان غادي توقع له شي حاجه، بالعكس خص الانسان ينظم الاكل ديالو. اذا هذا من بعض فوائد الصيام يعني بصفه مختصره. كاين النقطه اللي غادي نزيد، غادي ربما الاخيره او لا قبل الاخيره، وهو ارتباط الجهاز الهضمي بالجهاز العصبي. كاين واحد الارتباط وثيق ما بين الجهاز الهضمي اللي هو المعده والامعاء والكبد بطبيعه الحال، والجهاز العصبي اللي هو العقل ديالنا والفكر ديالنا والاعصاب اللي كاينه في الجسم ديالنا الى اخره. يعني الانسان اللي كيفكر ولا عنده سلوك او لا عنده عاطفه او لا عنده واحد الفكره او لا عنده ذاكره او لا، هذا كله تيدخل في نطاق الجهاز العصبي. والعلماء تيلاحظوا بان واحد العدد ديال الامراض ديال الجهاز العصبي كتحسن بواحد الصفه يعني عجيبه في اثناء شهر رمضان، اثناء شهر الصيام. فتيقل العصاب اللي كنسميوه يعني ذاك الاكتئاب اللي هو واحد المرض اللي هو منتشر في المجتمعات كاع بصفه عامه، وفي المجتمع ديالنا انه مرض نفساني ناتج على ضغوطات نفسانيه وعلى ضغوطات اجتماعيه. هذا الاكتئاب يعني كيتحسن بصفه يعني كبيره اثناء شهر الصيام. كذلك هذا واحد المثال. مثال اخر هو كاين بعض النساء، لان المراه ماشي بحال الرجل، المراه عندها يعني كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاروره، رفقا بالقوارير، لان النساء عندهم واحد النفسيه يعني رهيفه وعندهم واحد النفسيه كذا. فالمراه بعض النساء، ماشي كل النساء، بعض النساء وتلاحظ هذا الشيء في هذا، ان في حاله الانتظارات او في حاله اللي كتخلق واحد النوع ديال التوتر، مثلا بغات تركب في الطائره او لا في القطار او لا بغات تدوز واحد الشهاده في امتحان او لا بغات تمشي لواحد العمل اللي هو جديد الى اخره، او لا في الخطبه او لا كذا، يعني كاع المسائل اللي كتكون فيها شويه ديال يعني الضغط النفسي. كاين بعض النساء اللي كيفقدوا الوعي ديالهم، كيطيحوا كيغيبوا. هاد تيتركب عندهم واحد الخوف داخلي وكيطيحوا كيغيبوا. كاين الاطباء كينصحوهم بمواجهه، نقول لهم خصكم تواجهوا هاد يعني هاد الظروف هذه ببطون فارغه. هادو العلماء ديال الغرب تيقول لهم خصكم تواجهوا هاد الظروف اللي هي كتخلق هذا الضغط وهذا الاضطراب النفسي ببطن فارغ، ما ياكلش الانسان، لان الا كلا كيولي كيتزاد عليه هذيك الحاله. يعني هذه فائده الصيام بطبيعه الحال معروف بانه عنده يعني فوائد عجيبه على فيما يخص الاسراف في الاكل. غادي نقول واحد القوس بما يخص الاسراف في الاكل. الاسراف في الاكل عنده اسباب كثيره. علاش الانسان تياكل بزاف؟ علاش؟ لان رمضان جانا باش ماشي باش نحيدوا الماكله ولا، ولكن باش ننظموها وباش نقصوا منها شويه. يعني شنو هو الحميه؟ شنو حميه؟ حميه هو نعرف اش بغيت ناكل وفوقاش ناكلو والقدر اللي خصني ناكل. 3 الاسئله: اش ناكل؟ هذه ناكلها ولا هذه ما ناكلهاش؟ كتلقى الانسان مريض بالسكر وتياكل الحلاوه وتياكل خبز كثير وكياكل، لا، راه غادي تضر الجسم ديالك، راه ما غادي تضر حتى شي حد، غادي تضر غير الجسم ديالك. اذا اش ناكل
واش ناكل هذه ولا ما ناكلهاش، ولا غير نقص منها بعدا، والكميه شحال، وفي الوقت اش من وقت. ماشي غادي ناكل مثلا في 8 الصباح ونعاود ناكل ثاني في 10 ونعاود ناكل ثاني في 12 ونعاود في 2 كل ساعتين ولا كذا. لا، الانسان يحاول يفرق الاكل ديالو، يحاول ينظم شويه الاكل ديالو. اذا اشنو هما الاسباب؟ كاينه اسباب كثيره حددوها العلماء ديال الاسراف في الاكل. علاش واحد الانسان كيصرف في الاكل؟ ولقاو بانه من يعني اكثر الاسباب يعني اللي شائعه هي اضطرابات نفسانيه. يعني انه تنرجعوا لهذيك العلاقه ما بين الجهاز العصبي والجهاز الهضمي. السبب الاول هو اضطرابات في ونفسيه وعاطفيه تؤدي الى اضطرابات في السلوك. تؤدي الى اضطرابات في السلوك. كتلقى الانسان ماشي غير في السلوك فيما يخص تناول الاطعمه، ولكن حتى في السلوك في المجتمع ككل، كما شرح اخونا عبد الغني. يعني كتلقى الانسان مع هذا الاضطراب النفساني اللي عنده كيؤدي به الاسراف في الطعام، وكيؤدي به الاسراف كذلك في سوء المعامله في المجتمع وسوء الاخلاق الى اخره. يعني تلقى الانسان، حنا غنشاهدوا هذا الشيء في شهر رمضان، تلقى الناس يقول لك مالو هذاك راه خليه راه صايم، يعني انه راه صايم صافي، راه يعني بحال كانه راه غتوقع له شي مشكله ولا كذا. بالعكس، انه ملي صايم عاد بغى يولي عنده اطمئنان، وعاد بغى يولي عنده خشوع، وعاد بغى يولي عنده حسن التصرف، وعاد بغى يولي كيحس براسو بانه قريب الى الله عز وجل، وبانه راه قريب الى القران. هذا شهر القران، ماشي انه غادي يقول لي تفرق منه لا سيدي راه هذاك راه صايم خليه. علاش؟ يعني هذه السلوكات هي جاء الاسلام باش يربيها، خلل في النفس ديالو، خلل، وهذا عنده واحد السبب. الا نبحثوا غادي نلقاو انه السبب ديالو هو البعد عن الوحي، البعد عن الوحي. فتلقى الانسان بعيد على الوحي، ربما ما تيصليش، ربما تيقوم هذا مخالفا للشريعه الاسلاميه كذا. كيفاش غادي يكون هذا الصيام ديال هذا الانسان هذا؟ كيفاش هو عنده بعدا امراض نفسانيه وعنده اضطرابات نفسانيه؟ راه جا الاسلام باش يصح لك سيدي هذوك الاضطرابات النفسانيه. راه الا درتي الصيام ديالك على حقه وطريقه وصوبتي، راه غادي تقاد. النقطه الثانيه، الناس اللي كيصرفوا في الطعام قلنا بانه تيكون عندهم السبب الاول هو اضطرابات نفسانيه كتؤدي اضطرابات في السلوك. السبب الثاني هو عدم الرضا وعدم القناعه. عدم الرضا وعدم القناعه. تلقى الانسان تيقول لك انا مازال ما حققتش في الدنيا داك الشيء اللي بغيت، مازال هو داك الشيء اللي هو في الدماغ ديالو مازال ما توصل ليهش. اشنا هو الله اعلم، الله عطاه صحه في البدن، وعطاه الرزق ديالو، وعطاه كذا، وعطاه عقل، وعطاه ونزل عليه هذا الاسلام هذا اللي هو اكبر نعمه، ومازال هو ما قنعش وكيجري على اليمين وكيجري على اليسار. عدم القناعه، وهذا تؤدي الافراط في الاكل، لانه اذا كانت عدم القناعه فيما يخص امور الحياه بصفه عامه تيحس بعدم القناعه في الاكل، تيخصو ياكل تيشبع واحد الرغبه اللي هي ما عمرها غادي تشبع. ولهذا الاسلام دائما تيحث على القناعه وعلى الرضا بالقليل. الانسان خصو هذا الصيام لما فرض راه لتربيه النفوس وتهذيب النفوس.